السلام عليكم. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تعلم اللغه الانجليزيه، وهنكمل مع بعض سلسله الاخطاء الشائعه. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه، وهي ازاي نفرق بين in the end و at the end. تاني in the end و at the end. تعال ناخد واحده واحده كده بالتفصيل، وهنتكلم الاول عن in the end. امتى استخدم in the end؟ لما هكون بتكلم عن نتيجة لإيه؟ نتيجة لأحداث معينة، أو نتيجة لمناقشة معينة، أو نتيجة لمواقف. تمام؟ يعني مثلا وليكن إحنا قاعدين بنحكي مع بعض، بندي لبعض اقتراحات هنقضي مثلا الأجازة فين. تمام؟ فكل واحد قال رأيه، ولكن في النهاية إحنا قررنا نروح مثلا اسكندرية. تمام؟ فهقول in the end we decided to go to Alex. تمام؟ in the end we decided to go to Rome. هنسافر روم، هنسافر اسكندريه. يبقى كل واحد قال رايه، وكانت النتيجه ايه؟ النتيجه ان احنا هنروح مثلا المنطقه الفلانيه. تمام؟ يبقى in the end تمام نتيجه لمواقف معينه او لنقاش معين. تمام؟ وليكن مثلا عندنا مجموعه مشاكل في الشركه او في الشغل. تمام؟ ف we discussed all the problems. احنا ناقشنا كل المشاكل. but in the end we decided to terminate the company. احنا قررنا خلاص ان احنا نحل الشركه او نفضها. تمام؟ يبقى اخذنا قرار، كانت النتيجه ايه؟ يبقى هنستخدم in the end. تمام؟ طيب هنروح بقى ل at the end. at the end هنا في نهايه ايه؟ في نهايه نقطه معينه، او لا هتكلم عن زمن او لحظه في نهايه شيء معين. تمام؟ وليكن مثلا في نهايه الحفله، في نهايه الفيلم، في نهايه المسرحيه، في نهايه اليوم. فهقول لك ايه؟ هقول لك at the end of the day، في نهايه اليوم. at the end of the story، في نهايه القصه. at the end of the play، في نهايه اللعبه او في نهايه المسرحيه. تمام؟ يبقى هنا اظن ان الموضوع بقى واضح شويه. in the end هنا انا بتكلم عن نتيجه لايه؟ نتيجه لمجموعه احداث او مواقف او نقاش معين. ولكن at the end هنا في نهايه حاجه، في نهايه شيء. بتكلم عن الزمن نفسه، الزمن اللي هو نهايه لحظه معينه في حدث او في قصه او في اي او في يوم او ايا كان. تمام؟ اتمنى الفيديو يكون افاد الجميع، ونقدر نفرق بين in the end و at the end. ويا ريت لو اي حد عايز يكتب مثال يكتبه في التعليقات، وانا برد عليه واشوف اذا كان صح ولا غلط. وما تنساش لو اول مره تشوف القناه تعمل سبسكرايب وشير للفيديو، وما تنساش اللايك الجميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.